السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع المحاضرة الرابعة من كورس تعلم اللغة الإسبانية. النهاردة هنتكلم عن حاجات بسيطة قوي، يعني هناخد أفعال بس جديدة وأمثلة عليها، وإزاي نعرف نكون جملة باستخدام الأفعال دي وبس. وهناخد تاسك عشان نقدر نجمع بين مراجعة الحصة المحاضرة دي والمحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. تمام. اول حاجه عايزاكم تعرفوا حاجه ان الافعال في اللغه الاسبانيه ما بتخرجش عن كونها ثلاث اشكال، ما بتخرجش عن ثلاث اشكال. البربو في المصدر يا اما اخره ار زي البربو اللي قدامنا ده hablar، يا اما اخره ار زي البربو اللي هناخده كمان شويه، او ار زي برضو البربو اللي معانا النهارده. يبقى كده عندنا الافعال في اللغه الاسبانيه ما بتخرجش عن ثلاث اشكال: ار اخرها يعني ار، ار، ار. تمام. بنعمل ايه بقى في الثلاث نهايات دول؟ بنعمل ايه؟ بنحذف لما نيجي نصرف الفعل. دلوقتي في تصريف اسمه الريجولار والريجولار، يعني تصريف الافعال بشكل منتظم وتصريفها بشكل غير منتظم. دلوقتي الافعال اللي معانا النهارده كلها منتظمه الحمد لله، فده بيبقى اسهل كتير. ان شاء الله بعدين لما ناخد الافعال الغير منتظمه، يعني احنا يعتبر في الفيرب سير اللي اخدناه ده غير منتظم، لان كان كل تصريف، كل ضمير ليه تصريف مختلف. لكن المنتظم ده بيبقى تغيير بسيط قوي في اخر يعني بنثبت حته في الكلمه واخرها بس اللي بيتغير على حسب الضمير. فهنا معانا الفيرب hablar، يعني معناه يتحدث، يتكلم. يبقى دلوقتي الفيرب hablar اول حاجه معناه يتحدث. تمام. الفيرب hablar هنحذف النهايه اللي هي ار اللي قلنا عليها، هنحذفها وهنزود بقى نهايات مختلفه لكل ضمير. يعني احنا هنثبت اللي هما كلمه قبل لحد ال، بنثبت كده كلهم قبل 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 قبل، بس بالنهايه بتختلف بس. نفس الكلام في الدوس بيربوس، الفعلين اللي جايين اللي هناخدهم النهارده، يعني yo hablo، yo hablo، yo hablo أنا أتحدث، yo hablo. tú hablas، tú hablas، tú hablas. أكيد طبعا احنا فاكرين كويس إن حرف الأتش silent، فبنقول hablas مش hablas. tú hablas. él، ella، usted، تلاتة بياخدوا نفس التصريف. habla، habla. nosotros أو nosotras hablamos، hablamos. vosotros أو vosotras habláis، habláis عشان الأسنتو، habláis. ellos، ellas، ustedes hablan، hablan. يبقى كده هننطقهم تاني على بعض: hablo، hablas، habla، hablamos، habláis، hablan. hablo، hablas، habla، hablamos، habláis، hablan. تمام. ده كده يعني معناها yo hablo أنا أتحدث، tú hablas أنت تتحدث، él، ella، usted habla هو هو هي تتحدث، أو هو يتحدث، أو حضرتك تتحدث. التلاتة دول ليهم نفس التصريف. nosotros أو nosotras hablamos، vosotros أو vosotras habláis، ellos، ellas، ustedes hablan، hablan. نخش على الفيربو اللي بعده. تصريف الفعل كومير، كومير. هنا نطقنا الثي ك كاف عشان بعدها حرف الأو. كومير، كومير. الفيربو ده آخره ار، هنعمل ايه فيها؟ ده كده هو في الانفينيتيفو، في المصدر هنعمل ايه فيها؟
هنشيل الAR هتبقى com، وهنزود النهايات بتاعتنا إلى حدٍ ما. النهايات بين أبلار وكومير وبيبير اللي إحنا هناخده كمان شوية متشابهة، فيها اختلاف بسيط جدًا. يعني لو أخدنا بالنا في أبلو عشان الverb آخره أبلار هو آخره AR، هو كلّهم أول تصريف بنشيل AR أو الER أو الER ونحط O، كلّهم O. hablo yo como. بس إيه الاختلاف بقى؟ الverb ده آخره زي ما قُلنا AR، فبنقول hablas، habla، hablamos، habláis، hablan، كلّهم مفتوحين شوية. habla يعني فيهم حرف الA. habla، hablas، hablas، habla، hablamos، habláis، hablan. لكن بُصّوا هنا كده yo como، tú comes، ella usted come، nosotros nosotras comemos، vosotros vosotras coméis، ellos ellas ustedes comen. يعني اللي اختلف هو شبه ده، بس اللي اختلف حرف الA وحرف الA. إحنا مرة قُلنا مثلًا مع تو قُلنا hablas hablas، هنا قُلنا comes عشان آخره AR. معظم بقى أو يعني تقريبًا كل الأفعال اللي في اللغة الإسبانية آخرها AR زي ده. مثلًا verbo cantar، أي verbo آخره AR بيبقى بينتهي بنفس النهايات دي، بنشيل النهاية الثابتة اللي في الinfinitive ونزود نفس النهايات دي. تمام؟ هو ده الحلو يعني. برضه نفس الكلام الverb comer، أي verbo شبه comer يعني آخره AR بنشيل الAR ونحط نفس النهايات اللي بالأحمر اللي أنا عاملاها بالأحمر دي. يعني بنخلّي اللي هو أصل الكلمة موجود أو جذع كلمة موجود ونشيل الAR ونحط النهايات دي اللي بالأحمر. تمام؟ يبقى la conjugación del verbo comer، تصريف الفعل comer yo como، yo como، كلّهم أول تصريف فيهم اللي مع yo آخره O، دي ثابتة. yo como، yo como، أنا آكل، أنا آكل. comer يعني يأكل. tú comes، tú comes، أنت تأكل. él، ella، usted come، come، هي أو هو أو حضرتك إيه يأكل أو حضرتك تأكل. nosotros nosotras comemos، comemos، comemos. vosotros أو vosotras coméis، coméis، coméis. ellos ellas ustedes comen، comen. هما سواء ذكور أو إناث أو حضراتكم comen، comen. طبعا الحاجات دي تتحفظ عشان ممكن في المحاضرة أسأل أي حد عايزة تصريفات الفعل كذا أبلار كومير، أي حاجة هناخدها. وعايزة أقول لكم حاجة يعني دلوقتي احنا عرفنا ترتيب الضماير. يعني أول حاجة بتبقى يو، تاني حاجة تو، بعد كده إيا أستاذ، نوسوتروس نوسوتراس. هو نفس الترتيب ده ثابت، يعني مش هاجي في مرة أخليلكوا يعني أنا مش حاطاها عشوائي، هي ده الترتيب ثابت. فمثلا لما أجيب لكم جدول في تصريف أفعال بعد كده فتبقوا عارفين إن أول حاجة يو، تاني حاجة تبقى مع تو، تالت حاجة مع وإيا وأستاذ، بعد كده نوسوتروس نوسوتراس، بعد كده بوسوتروس بوسوتراس، وهكذا. يعني الترتيب ده ثابت اللي هو بنصرف فيه الأفعال. يعني دايما أول تصريف هيبقى مع يو وآخر تصريف هيبقى مع إيوس إياس أستاذس، واللي في النص نفس الكلام. تمام، نقولهم تاني. يو como، tú comes، ella usted come، nosotros nosotras أو nosotras comemos، comemos، vosotros أو vosotras coméis، coméis، coméis. ناخد بالنا من النطق ده. coméis، coméis. ellos ellas ustedes
comen comen. ننقل على الفيرب اللي بعده. الفيرب بيبير. بيبير، محدش يقول لي بيبير لان في فيرب تاني اسمه بيبير، فنفرق كويس. بيبير لان ده حرف الاي، فننطقه كده كويس. بيبير. يعني ايه الفيرب بيبير؟ اول حاجة يعني يعيش. بيبير يعيش. بيبير يعيش. محدش يقول برضو فيفير، نو. ده الفيرب لا لترا اوبي، فبنقول بيبير، حرف الاوبي. تمام. نفس الكلام برضو يو بيبو. يو بيبو اهو زي ما قلنا، اول تصريف اول مع اول ضمير اللي هو يو بيبقى دايما اخره او في البريسنت طبعا. يو بيبو. يو بيبو. زي ما قلنا قبل كده، كل الافعال اللي بناخدها دلوقتي دي في البريسنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. يو بيبو. يو بيبو. تو بيبس. تو بيبس. ده برضو نهاياته اللي اخره اي ار، نهايته شبه نهايات اللي اخره اي ار شوية، بس في اختلاف بسيط. تو بيبس. تو بيبس. الكلمة دي انا عارفة ان هي بتلخبط شوية لان فيها اي وفيها اي، فناخد بالنا قوي من نطق الاي والاي. بي بس، مش بيبيس ولا بيبس، لا بي بس. بي بس، عشان اول واحده اي فبنكسرها قوي، التانية ايه فبنفتحها شويه. بي ب ايه ايه بي بس اس. بي بس. ال ايه يا استاذ. بي ب. بي ب. يهمني برضو النطق دي قوي. بي ب. بي ب. عايز تقول بي بي ولا بي بي؟ بي بي. بي بي. Nosotros. Nosotras vivimos. Nosotros أو nosotras vivimos. لو ناخد بالنا ده أول اختلاف اهو بينها وبين الفيرب اللي قبله. تانية كانت comemos ايموس آخرها ايموس، لكن دي ايموس. vosotros أو vosotras vivís. ده تاني اختلاف. بيبيس الأسنتو. بيبيس، مش بيبس، بيبيس. بيبيس. لو لفينا كده هنشوف هنا كوميس ايس، دي اخرها ايس بينما دي اخرها اس، فنقول بيبيس. بيبيس. ellos ellas ustedes viven. 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 تمام. تاني. yo vivo انا اعيش. tú vives انت تعيش. él ella usted vive هو او هي او حضرتك تعيش او يعيش. nosotros أو nosotras vivimos. vosotros أو vosotras vivís. vivís. ellos ellas ustedes viven. 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 الejemplos بقى أو الأمثلة، نخش على الأمثلة. جايبه لكم أمثلة، يعني حطينا كل التصريفات اللي احنا لسه أخدينها في جملة. طبعا مش محتاجة أقول إن الحاجات اللي هي الجمل دي تتحفظ، لاني المره الجايه ان شاء الله في اللايف ممكن اسال كل واحد وعايزه حد يجاوبني بجمله، مش عايزه يعني. احنا دلوقتي اخدنا الضماير انا او انت او الكلام ده، واخدنا افعال، وايه هناخد كلمات جديده اللي هي في الامثله دي. فالكلمات دي لازم تبقى عارفها عشان لما اسالك يعني tú hablas español، انت بتتكلم اسباني، تقول لي مثلا sí yo hablo español، yo hablo inglés.
فأنا دلوقتي أخدنا الضماير والأفعال بتصريفاتها وهناخد أمثلة، فالأمثلة فيها كلمات جديدة، فالكلمات الجديدة طبعًا تتحفظ عشان تقدر تكوّن بيها جملة، تمام؟ Yo hablo español. Yo hablo español. أنا أتحدث الإسبانية أو أنا باتكلم الإسبانية. Yo hablo español. Tú hablas inglés. أنت تتحدث الإنجليزية. Tú hablas inglés. 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 Tú hablas inglés. Ella habla árabe. Ella habla árabe. Ella habla árabe. هي تتكلم العربية. Ella habla árabe. أصلًا المفردات بتاعة الverbo hablar دي يعني تعتبر إلى حدٍ ما سهلة. Yo hablo español, tú hablas inglés, ella habla árabe, nosotros hablamos mucho. إحنا بنتكلم كتير. mucho يعني كتير. Nosotros hablamos mucho. Vosotros habláis rápido. لو تاخدوا بالكم أنا قُلت rápido إزاي، إحنا قُلنا الكلمات اللي أولها R. آمم حرف الR بيتنطق بنstress عليه شوية، بنقول rápido مش rápido. rápido. Vosotros habláis rápido. habláis. Vosotros habláis rápido. انتوا بتتكلموا بسرعة. Ellos hablan francés. Ellos hablan francés. هما بيتكلموا الفرنسية. Ellos hablan francés. Ellos hablan francés. تاني نقولهم بسرعة. Yo hablo español. Tú hablas inglés. Ella habla árabe. Nosotros hablamos mucho. Vosotros habláis rápido. Rápido. Vosotros habláis rápido. Ellos hablan francés. تمام. أمثلة على الverbo comer يعني يأكل. Yo como pan. Yo como pan. أنا باكل خبز. pan يعني خبز. pan. Tú comes pizza. Tú comes pizza. Tú comes pizza. هي هنا كلمة بيتزا دي مش سبانيش، يعني مأخوذة من الإنجليش فملهاش نطق معين، يعني ممكن نطقها بيتزا عادي. Tú comes pizza. Tú comes pizza. Ella come arroz. Ella come arroz. طبعا arroz يعني أرز زي ما احنا شايفين. دي من الكلمات اللي مأخوذة من العربي، يعني زي ما احنا عارفين المسلمين عاشوا في إسبانيا 8 قرون، فهم أخدين مصطلحات كتير من عندنا من العربي يعني. Ella come arroz. Nosotros comemos juntos. Nosotros comemos juntos. Nosotros comemos juntos. Nosotros comemos juntos. نحن نأكل معا. juntos يعني مع بعض. Vosotros coméis manzanas. Vosotros coméis manzanas. manzana من غير الإس يعني تفاحة. تفاحة يعني جمع manzanas. manzanas. الثيتا بتطلع لساننا فيها بنقول manzanas. manzanas. Ellos comen en la escuela. Ellos comen en la escuela. Ellos comen en la escuela. هم يأكلون في المدرسة. escuela يعني مدرسة. لا escuela يعني مدرسة. نقول تاني. Yo como pan.
pan. Tú comes pizza. Ella come arroz. Ella come arroz. Nosotros comemos juntos. Nosotros comemos juntos. Vosotros coméis manzanas. Ellos comen en la escuela. ناخد أمثلة الفيرب اللي بعده. أمثلة على الفيرب vivir. Yo vivo en el Cairo. Yo vivo en el Cairo. أنا عايش في القاهرة. Tú vives en Madrid. Tú vives en Madrid. أنت تعيش في مدريد.